الحياة التانية الحياة الاقتصادية يعني زراعة وصناعة وتجارة. نيجي أول حاجة الزراعة، قالك إن الدولة العثمانية كانت مخلية إن كل الأراضي في مصر تبع السلطان العثماني أو ملك للسلطان العثماني. أمال الفلاحين دول عبارة عن إيه؟ دول بيعملوا تحت نظام اسمه نظام الانتفاع. يعني إيه نظام الانتفاع؟ يعني الفلاح عبارة عن زي موظف كده بيشتغل في الأرض الزراعية بينتفع بها، ولكن ما يقدرش يتصرف في الأرض الزراعية دي. تمام؟ يعني الأرض الزراعية مش بتاعته، دي بتاعت السلطان العثماني. قعدت الفترة أو فترة القوة الدولة العثمانية النظام الانتفاع. أول ما الدولة العثمانية ابتدت تضعف فما قدرتش هي اللي تروح وتاخد الضرايب من الفلاح، فابتدت تعمل نظام تاني ما بين الدولة العثمانية وما بين الفلاح، واحد في النص كده ما بينهم اسمه الملتزم أو نظام الالتزام. الملتزم ده بمهمته إيه؟ واحد في النص ما بين الدولة العثمانية أو السلطان العثماني أو وما بين ما بين الفلاحين بيعملوا الضرايب او بيدفعوا الضرايب للملتزم، والملتزم بياخدها يديها للوالي، وبعد كده الوالي بيوديها للسلطان العثماني. طيب دي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا. ليه؟ لان ادى لتعسف الملتزمين بيتعسفوا جدا في اخذ الضرايب، اهم حاجة عندهم الاموال، وما كانوش بيهتموا اي حد من الدولة العثمانية بتطوير الارض الزراعية او عمل مشاريع ري او مشاريع انشاء ترع او حاجات تقدر اللي انا اطور بيها شبكة الري او شبكة او الاراضي الزراعية بصفة عامة. طيب النظام التاني الصناعة، قالك ان الصناعة برضو تدهورت. طب ليه يا ميس تدهورت؟ قالك علشان السلطان العثماني خلى او امر بكل الامهر الصناع يسافروا من مصر لعاصمة الدولة العثمانية اللي هي ايه؟ اللي هي الأستانة. كل امهر الصناع سافروا الى أستانة، فده خلى ان الصناعة في مصر رديئة وبسيطة، خلتها اللي هي حاجات بسيطة كده اللي انا بصنعها وحاجات رديئة جدا جدا. طيب زراعة باظت وصناعة باظت، يبقى بالتأكيد التجارة هيحصل فيها ايه؟ هتبوظ برضو. يبقى التجارة عندنا نوعين من التجارة، تجارة داخلية وتجارة خارجية. التجارة الداخلية اللي حصل؟ قالك تميزت بالتدهور. طيب ليه تميزت بالتدهور التجارة الداخلية؟ أول حاجة افتقار الأمن، مفيش أمن في اللي هي بيدافع عن القوافل التجارية. طيب غير افتقار الأمن قالك حصل مفيش أمن، مفيش شرطة، فدخل البدو بدو والصحراء يعملوا غارات على القوافل ويبتدوا ينهبوا القوافل دي. فالناس اللي كانت بتعمل تجارة او بتعمل قوافل لإلا هتخسر لإلا مش هتحب تعمل تجارة ما بين الاماكن واماكن تانية على اساس ان هو مفيش امن، القوافل بتاعتهم بتتسرق. طيب ايه كمان؟ قالك ان عمل التجارة الخارجية ان السلطان العثماني ابتدى يعمل امتيازات للأجانب، ابتدى يعمل امتيازات للأجانب، فده خلى الأجانب بيعملوا تجارة خارجية والدولة أو المصريين مش عارفين يعملوا تجارة ما بين الدول والدول. تمام كده؟ طيب ايه كمان؟ قالك ان تحول طريق التجارة ما بين، هو في الاول في الدولة المماليك لو تفتكروا كانت التجارة بين اسيا وبين اوروبا بتعدي على مصر. طيب بعد كده قالك احنا خدنا الدرس اللي فات او في الفيديو اللي فات خدنا اللي احنا في طريق اكتشفه البرتغاليين بيلف حوالين افريقيا اللي هو طريق رأس الرجاء الصالح اللي اكتشف سنة 1498. طيب الطريق ده اثر على التجارة الخارجية جدا جدا ما بين اسيا واوروبا. اتحولت التجارة لطريق رأس الرجاء الصالح بدل من مصر، فده اثر على التجارة الخارجية. طيب احنا كده خلصنا الحياة الاقتصادية. طيب بعد كده عندنا الحياة احنا كده الاجتماعية. طيب الاجتماعية يعني ايه؟ يعني طبقات الشعب اللي كان موجودين في مصر اثناء الحكم العثماني. هما طبقتين مفيش تالتة. اول طبقة اللي هي طبقة الحكام، والطبقة التانية المحكومين. طبقة الحكام مين الحاكم؟ العثمانيين، يبقى العثمانيين. ومين إدارة الأقاليم؟ تبع المماليك، يبقى الحكام كانوا العثمانيين والحامية العثمانية وكبار رجال العثمانيين وطبعا المماليك. طيب والتانيين المحكومين اللي هم الشعب المصري. طب الشعب المصري بيتكون من كم طبقة؟ 2، الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا. الطبقة الوسطى
الوسطى عبارة عن مين؟ كبار رجال اللي هم التجار، الشيوخ، العلماء، ده كله طبقة وسطى. طيب الطبقة الدنيا صغار الفلاحين، صغار الحرفيين، بقية الشعب المصري، ده طبقة دنيا. يبقى هم عبارة عن طبقتين، حكام ومحكومين، المحكومين 2، وسطى ودنيا. تمام كده؟ طيب بعد كده اخر حاجة الحياة الثقافية الحياة الثقافية وفكرية، قالك تميزت بالجمود وابتعدت عن كل اساليب التقدم والثقافة والحضارة الأوروبية. وكانت مصر في الفترة دي عبارة عن منعزلة على نفسها، يعني قافلة على نفسها، ملهاش دعوة باللي بيحصل بره. وده اللي هيحصل بعد شوية، هيحصل فيه صدمة لما تيجي الحملة الفرنسية. هيبقى في صدمة ما بين تطور فرنسا أو ما بين أوروبا وما بين مصر أثناء الحكم العثماني، اللي كل حاجة كانت بدائية وكان في تخلف في الفترة دي. كده خلصنا الدرس ده، هنكمل إن شاء الله الدرس الجديد في الفيديو الجاي.